السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. لو عايزة تعملي حلوى رمضانية فاخرة من غير تعب، ركزي معايا في الوصفة دي. شكل وطعم يفتح النفس بجد. طريقة سهلة جدا بدون فرن، بدون خطوات كتير، والنتيجة ان شاء الله هتبهرك في الاخر. اول حاجة عندنا هنا كنافة اتحمرت في الفرن لحد ما خدت لون ذهبي جميل ومقرمش بالنتيجة اللي انتوا شايفينها معايا دي. هضيف عليها جلاش برضو حمرته في الفرن لحد ما خد لون الدهبي الجميل اللي شايفينه قدامه ده. وانا طبعا كنت مقطعه قطع صغيرة عشان تتناسب معايا في الوصفة دي. بعد كده بجمع الاتنين مع بعض في صينية واحدة وبسقيهم بشربات تقيل، وده بيخلي الطبقة دي تحتفظ ان هي تفضل مقرمشة معايا لأطول وقت ممكن، وتفضل طعمها حلو جدا. هقلب الشربات مع الكنافة والجلاش وكله يتسقي مرة واحدة، وهظبط الطبقة الأولى واضغطها كويس في الصينية زي ما انتم شايفين في الفيديو. هنبدأ نعمل مع بعض الطبقة التانية، وهي عبارة عن ليالي لبنان ناعمة وطرية وبتدوب في الماء. عبارة عن لتر من اللبن، عليه هضيف نص كوباية من السكر وكوباية دقيق سميد، وانا هضيف هنا مية ورد، وممكن انت تحطي فانيليا وده حسب رغبتك انت. هقلب المكونات كلها مع بعض وارفعها على نار متوسطة مع التقليب المستمر لحد ما الخليط ده يتقل معانا كويس ويغلي. بعد ما وصلنا للنتيجة دي هقوم أفردها فوق طبقة الكنافة بالجلاش وهي سخنة، ما سيبهاش تبرد. ولو لسه مكملة الفيديو لحد دلوقتي معايا ما تنسيش اللايك لو عجبتك الوصفة. نفرد الطبقة كويس ونسيبها تبرد تماما وتتماسك قبل ما نضيف الطبقة الأخيرة معانا، وهي طبقة من القشطة المعلبة أو قشطة بتاعة اللبن، أي نوع يكون متوفر عندك. هنفرد طبقة بسيطة، هقطعها مربعات، والتزيين ده بتاعك انتي. أنا ضفت عليها شوية من الجلاش المحمر اللي أنا كنت عاملاه. آخر إضافة عندي هي إضافة أساسية ليالي لبنان، وهي إضافة الشربات، وده بيبقى مع التقديم في الآخر. بصوا على المنظر، دي أحلى حاجة حلوة ممكن تتحط على سفرتك في رمضان. طعم مقرمش من تحت وناعم وكريمي من فوق، مناسب جدا للعزومات في رمضان، وسهل وسريع بدون فرن. جربيها وقولي لي رأيك في التعليقات، ورأيك فعلا يهمني بجد. أشوفكم في وصفة جديدة سهلة وسريعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.